السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا طريقة تحضير أسهل سلطة من بابا غنوج. نبدأ نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد بن عبد الله. معنا بتنجان زي ما احنا شايفين كده على حسب الكمية اللي أنا محتاجها. نرجع على الخطوات. هنا عندنا تراتيل للشوي، يا إما أحطه كده على البوتاجاز، دي برضو نقدر نشويه كده. والطريقة التانية يكون عندي صاج مش محتاجه، أحطه على نار عالية جدا وأشويه برضو بالطريقة دي. هنشويه ونقول لكم على باقي الخطوات. بتنجان معايا استوى ولازم نسويه كويس، دي خطوة مهمة جدا، نشويه كويس ويبقى على نار عالية عشان ما يجلدش معايا. هنجيب مقشر هو دافي عشان برضو القشرة ما تمسكش معانا، خطوة مهمة. فرمنا البتنجان بتاعنا ناعم بالطريقة دي. بعد كده معايا زبادي، هنزل بكمية مناسبة. طبعا مسألة تقديرية، أنا عندي كمية كبيرة. هنجيب طحينة معايا، طحينة خام، توم مفروم، فلفل أي نوع بفضله، حار بارد زي ما بفضله. والبهارات عندنا هنا هيبقى كزبرة ناشفة مع كمون. هنقلب المكونات دي. هجيب شوية مية دافية عشان طبعا الطحينة، طبعا القوام بتاعي عندي أنا متمسك جدا عشان خاطر الطحينة. هنجيب مية، شوية مية برضو مسألة تقديرية ونفكها شوية لغاية لما أوصل القوام اللي أنا عايزه المطلوب زي ما أنا شايف كده. نوصل كمية ليمون كويسة أو بيبقى مزز على حسب برضو رغبتي أنا. آخر حاجة نجيب معانا الملح هنا، نظبط الملح بتاعنا. طبعا احنا حطينا الليمون قبل الملح عشان أشوف الملح عامل ازاي. نقلب. نجيب زيت زيتون، لو مش متاح زيت زيتون عندي أنا أقدر أي زيت أنا بفضله عندي، ما عنديش مشكلة خالص. آخر حاجة أجيب شبت مع كزبرة، الشبت أو الشمر، ناس بتقول عليه شمر، ونجيب كزبرة زي ما احنا قلنا مع شمر أو شبت. وكده البابا غنوج أنا عندي جاهز بالقوام اللي احنا شايفينه ده. أسهل سلطة، تستاهل عالي جدا، تنفع مع كل الأكلات، مشويات، أسماك، مشويات مختلف أشكالها وألوانها. عجبكم الفيديو أو استفدتم من الفيديو، ضمن لايك وعلى زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.